السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهاردة مع بعض كبدة كده بتتبيلة مختلفة شوية. ده بصل وعليه فلفل ألوان حطيتهم في الخلاط. هضربهم وهحط عليهم كمان دلوقتي توم وفلفل برضو، ده فلفل أخضر أنا دقاه ومعاه شوية ملح صغيرين. وهنزل بقى بالتوابل عليهم. التوابل دي بابريكا وكزبرة ناشفة شوية صغيرين، وتوابل لحمة وبصل وتوم باودر وشوية كمون برضو. هضربهم بقى في الخلاط وهرجع لكم تاني. كده انا ضربتهم في الخلاط. حطيت عليهم كمان عصرة ليمونة وحطيت شوية خل صغيرين عشان يتضربوا، لان الخلاط ما كانش راضي يضربها طبعا. هحط بقى التوابل دي كلها كده على الكبدة وهقلبها تقليبة كويسة كده، يعني تاخد وقت كده في التتبيل. وبعد كده هبدأ اشوح الكبدة على الجنبين، يعني على الناحيتين كده. هشوحها بس مش عايزاها تستوي، يعني هي بس ايه تشويحة كده عشان هرجع يعني اكمل تسويتها تاني. كده انا حطيت شوية زيت ونزلت بالكبدة كده هشوحها على الناحيتين. وهخلص بقى الكمية كلها، وبعد كده هروح نازلة باللي هو اللي انا ضرباه في الخلاط ده، اللي هو البصل والفلفل الالوان والثوم وفلفل اخضر تاني كان مدهون. كده انا نزلت بيهم اهو في الطاسة. هشوحهم برضو مش كتير، تشويحة صغيرة كده. وبعد كده هروح نازلة بالكبدة اللي انا اصلا كنت مشوحاها من الاول. كده هي اتشوحت تقريبا البصلة مع الفلفل. التتبيلة دي طعمها حلو جدا مع الكبدة، احلى من الكبدة ذات نفسها يعني. هتسيبي الكبدة وهتاكلي التتبيلة دي اللي معاها. كده انا نزلت بالكبدة هشوحها تشويحة بس مع التوابل دي وخلاص. هي كده تبقى استوت، سهلة جدا وكمان طعمة قوي. كده هي استوت خلاص. جربوها بقى وقولولي. الف هنا.